بتعليمات ملكية سامية مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر محمد الستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجه جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعمق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.